عظم الله أجوركم وتقبل أعمالكم. بملاحظة الحالة التي تسود الأمة الإسلامية اليوم من حولنا في مختلف البلدان الإسلامية، أظن أن الأمة الإسلامية مع كثرة الدروس والعبر التي يمكن أن نستلهمها من ثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نحتاج إلى درسين أساسيين من هذه الثورة. الدرس الأول درس العزة والحرية. أحوج ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية اليوم أن تكون عزيزة وحرة، أن تعمل على أساس شعار هيهات هيهات منا الذلة، أن تعمل على أساس شعار إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. الدرس الثاني طلب الإصلاح بشكل دائم على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.